ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. احنا النهارده بدأنا يومنا كده بالغسيل. يومنا النهارده كان شيق، كان متعب شوية، كان شاق شوية. نزلنا السوق وجينا غسلنا وعملنا غدا وفطرنا. الموضوع كان صعب قوي علينا. متنسوش يا حبايبي اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله. في ايام مفترجة وفي شهر كريم، متنسوناش من دعواتكم وافتكرونا دايما بدعوة ان ربنا يريح قلوبنا ويرزقنا بالخير يا رب والستر، وان يكبر خاطرنا يا رب. انا يا رب وكل اللي بيشوفني وكل اللي بيتفرج عليا وكل أمة لا اله الا الله. ميرسي على كومنتاتكم وعلى لايكاتكم، بجد مبسوطة وبتشرفة بيكم. يا رب اكون عند حسن ظنكم يا رب. طبعا الغسالة دي زي ما انتوا شايفين توشيبا فيها عيب خطير، ان هي بتشتغل طول ما الغطا مفتوح. دي مشكلتها بصراحة. هي جميلة وكل حاجة وبتشيل غسيل كتير، بس مبتشتغلش طول ما الغطا مفتوح. انا بضطر احط غسيل واقفله والفها وكده. لما لو غسالتكم بتشتغل عادي هي هتلف وانتوا بتحطوا الغسيل. النهارده بقى كان غدانا رنجة. تقولوا لي ايه انتي ما شويتيهاش ليه؟ هقولكم مش بحب اشويها. مش بحبش اشويها، ساعات بحب اكلها مشويه وساعات لا، على حسب يعني كيف الله يبقى النهار. بصراحه ما كانش ليا مزاج اشويها، كنت تعبانه النهارده. فنزلت السوق بالعيل بتتعبني بصراحه، فما كانش ليا مزاج كده. جبنا الرنجة وجبنا حاجاتنا من السوق وطلعنا على طول. بصوا انا سوري يعني على منظر ايديا، بس انا بعمل في بيتي يعني وما عنديش جرافزات كمان، ولو عندي اكيد مش هلبس جرافز يعني. انا بعمل اكل لبيتي وهي اكيد ايدي انضف من الجرافز 100 مرة، حتى لو هو معقم وكده. بس برضه انا ممرضة وعارفة الجرافزات دي بيشتغلوا بيها في ايه، فمستحيل امسك جرافز واكل بيه يعني. ايديا هقوم اغسلها وبغسلها كل شوية اصلا، فمش محتاجة يعني اجيب ايديا انضف من الجرافز 100 مرة. حبيت بس اوريكم احنا ازاي بننضف الرنجة. طريقة سهلة وبسيطة جدا، ويعني مبتهدريش منها كتير يعني. صلوا على النبي حبيبي في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا حبايبي بقى عايزين نكبر بيكوا، ياريت كل واحد بيتفرج على الفيديو ده يشترك في القناة. بجد متشكرة من كل قلبي لو وصلتوا للنقطة ديت. بصوا هي للأسف طلع بطروخ ناعم، واحنا مبنحبش البطروخ الناعم، مستحرمة، بس احنا رميناه للأسف لان احنا مش بناكله. اللي هو الطري ده المرمل ده بنحبه، بس احنا قلنا للراجل عايزينها مرمل واحنا ودهنا على اساس ان هي كده. طلعت للأسف طرية، فرميناها. بس تنضيف الرنجة سهل جدا بصراحة. تشيلي الجلدة وتقطعيها وخلاص، وتشيلي الشوك اهم حاجة. بتضايق اول ما اروح عند حد باكل رنجة ويبقى فيها شوك، ببقى متضايقة اوي. رنجة عايزة تاكل كده على طول، تجيبي 10 رغيفة و20 حزمة بصل. بس ما كانش عندي بصل اخضر، فجبت بصل عادي وقطعته كده وحطيته. تقولي انتي مولعة بوتاجاز ليه؟ لان انا بولع البوتاجاز ما بعيطش وانا بقطع البصل. حطيتهم كده في طبق بقى، حط عليهم شوية خل وعصرة ليمونة وخلاص. انا بحب البصل بالخل والليمون عن البصل الاخضر. معرفش في ناس كتير زي كده ولا انا بس اللي متخلفة، بس بحب الطريقة دي اوي اكتر من البصل. بحب احط ليمون، بعصر ليمون اهو. الليمون ب70 جنيه، ده ليمون ايطاليا دوت ابو 5 جنيه. وبحب احط خل، احط خل كتير بقى، بتلاقي البصل كده مسكر وطعمه جميل.
سبحان الله بحس ان طعمه احلى من البصل الاخضر. معانا طبعا خصايه انضفها كده واغسلها واحطها جنب الاكل. طبعا قبل ما اغسلهاش مفتوحه كده لازم افردها. بس بقى الرنجة احنا بنعمل الرنجة بطريقتين، لان جوزي بياكلها بطريقة وانا باكلها انا والولاد بطريقة تانية. بس لما باجيلها باكلها كده عليها بس شوية زيت وشوية خل وشوية ليمون. بص انا بقسم بس الكمية في طبقين دلوقتي. جوزي بقى بيحبها مهروسة بالطحينة، احنا في بيتنا عمرنا ما كلناها كده. لما اتجوزت بقى هو اللي يعني خلاني اعملها له كده، لان انا مش بنحبها كده خالص. هو بيحبها بيوري كده، يهرسها كده جامد بالطحينة وياكل. تقولي ايه انت حاطه عينات رنجة؟ اقولك لا، ده الحمد لله يكفينا، احنا اصلا اتبقى مننا رنجة. بس بحاول اهرسها كده جامد بالشوكة واحط عليها طحينة بقى وليمون وشوية خل وشوية جوزي كمان بيحبها بالشطة. شطة وطحينة وليمون وخل. احط بقى الليمون اهو، شوية خل واحط كمان شوية زيت، حبة ملح، حبة شطة. اقلبها له بقى كده كده. دي الرنجة المفضلة، الطريقة المفضلة الرنجة عند جوزي. انا بقى مش كده خالص، بحبها كده كده، احط عليها الخل والزيت والليمون وخلاص. الليمونة الايطاليا دي هي الليمونة واحدة بتكفينا اليوم كله. يا والله ارحم من الليمون ب70 جنيه ده يعني. الليمون يعني من اقل من شهر كان ب10 جنيه، معرفش ايه اللي جراله بقى ب70 جنيه. بس الحمد لله يعني عندي ليمون في الفريزر، والليمون الايطالي ده شغال. يعني ده بقى شكل الغدا بتاعنا النهارده، بصل والرنجة والخس. ده بقى مشتريات النهارده، كانت مشتريات اللحوم. جبنا بقى كبدة وسجق وشاورما ولحمة مفرومة، دول لحمة مفرومة وكبدة وسجق تقريبا. والشنطة التانية دي فيها سجق اسكندراني دوت، ودي نص لحمة قطع ونص لحمة عصافير شراء، اسمها ايه بتاعت كباب الحل دي صغيرة. اهي دي الكبيرة دي بتاعت الطبيخ، ودي بتاعت دي كبدة شرايح، دي كفتة برز، ودي الشاورما، ودي يعني ده كيلو لحمة نصين. وجبنا بقى كيس همبرجر، وجبت فرخة وبانيه، بس انا بغسلهم واحطهم لكم في الاخر. متنسوش بقى لايك والشير، وباي باي.